بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هنتكلم النهاردة على قناة إزاي أروح في فيديو جديد من ضمن الفيديوهات إزاي أروح. هنتكلم النهاردة إزاي أروح شارع المعز لدين الله الفاطمي، أشهر شارع في مصر واللي بنشوف فيه أصحابنا كتير وأصدقائنا وزملائنا بيتصوروا فيه. فطبعا نقول إزاي هتروح، بس قبل ما نقول سواء انت جاي من الصعيد او جاي من الوجه البحري او قاعد في القاهره، هقول لك ازاي تروح مسجد المعز لدين الله الفاطمي، لان في ناس بتبقى قاعده مش عارفه تاخد طريق ايه او تمشي ازاي. فاحنا بنبسط لها المعلومه ازاي تروح. طبعا قبل ما نروح ازاي تروح، اقول لك شويه معلومات بسيطه. شارع المعز لدين الله الفاطمي او اسم الشارع الاعظم هو شارع في قلب القاهره القديمه، والذي تم تطويره ليكون متحفا ومفتوحا للسياح وللزيارة للعمارة والآثار الإسلامية القديمة. تعود تسميته إلى الخليفة الفاطمي لدين الله المعز لدين الله الفاطمي. طبعا الشارع في حوالي 500 دكان، مطاعم وكافيهات وعصائر، وطبعا أماكن أثرية كتيرة جدا، بداية من باب الفتوح، تمام، ومسجد الحاكم بأمر الله، وفي قبة قرماش أو قرقاس، ومسجد سليمان، وجامع الأقمر، وقصر الأمير بشتاك، وحمام إينال، والمدرسة الكاملة، ومسجد الظاهر برقوق، وقبة الظاهر قلاوون، ومسجد السلطان حسن. وطبعا آثار إسلامية كبيرة وكتيرة جدا، لا داعي يعني مفيش وقت إن احنا نذكر الحاجات دي كلها في الفيديو يعني. تمام. أبسط معلومة يعني إنك تكتب على جوجل هيجيب لك الأماكن بالتفصيل وعدد وكده يعني. تمام. طبعا أسرع جولة للزيارة في كامل شارع المعز بتكون زيارة سيرا على الأقدام، على رجلك، بتتمشى بتتمتع بالمنظر في الشارع. لو انت معاك عربيه بيتم توقيفها في موقف الدراسه، ويا اما تتجه غرب لمسجد الازهر الشريف وضريح الازهر، يا اما بتتجه شمالا الى مسجد الحسين ومنه الى شارع الجماليه. تمام. من باب الفتوح الى باب ايه زويله، يعني عشان تمشي من اول المعز لغايه اخره تاخد لك حوالي 2.5 كيلو مشي. بس طبعا انت مش هتحس اصلا بالوقت ولا هتحس باي حاجه من عظمه المكان ومن جمال المكان وجمال العاصمه. طبعا الدخول مجاني لعامة الشعب، لكن الدخول للأماكن لبعض الأماكن الأثرية بيكون بتذكرة بتقطعها من مكان هناك في الشارع، بعض الأماكن يعني. تمام. نرجع تاني بقى لسؤالنا ازاي اروح شارع المعز لدين الله. اسهل حاجة انك زي ما قلنا كده في نقطة بداية. ايه نقطة البداية دي؟ نقطة البداية دي مكان مشهور، مكان معروف للناس كلها، للجميع، كله يعرف المكان ده، وهو يا اما مترو يا اما موقف. عاوز في طريقتين، يا اما هتركب مترو يا اما هتركب ايه كروباص. دلوقتي لو انت جاي مثلا قطر، سواء جاي من الصعيد او جاي من الوجه البحري، هتنزل محطة رمسيس، تمام، موقف احمد حلمي، وهتعدي الطريق وقدام خلف مسجد الفتح، بتنزل المحطة بتعدي الناحية التانية خلف مسجد الفتح أو أمام مسجد الفتح، هتلاقي عربيات رايحة الحسين والأزهر. هتلاقي هما لو كلهم في المكان واحد، الحسين والأزهر وشارع المعز، بتركب معاه وبتنزل هناك بتتمشى كده دقيقة وتخش الشارع يعني. تمام. ده لو انت هتركب من رمسيس أمام مسجد الفتح او خلف مسجد الفتح، بتركب عربيه للحسين والازهر. تمام. بتنزل هناك بتخش من البوابه بتاع الامن وتخش جوه على طول على ايه من الحسين وبتدخل جوه. تمام. وفي برضو لو انت جاي من موقف السلام هتركب ابطال الجمهورية عدوا حدود العالمية، عاملين فكرة جهنمية، هنغني لكم تحت المية. هربانين من العباسية رايحين بعد العملية، والضغط بتاعتي المشمشية قاعدة جنبي في العربية. هاتلك كبدة وواحد سجق، حتى البيبس ما خدتش بق. يلا يا زوجشان هنا من الصبح، يلا يا شيخ تنزل بالفوق. رمسيس خلف مسجد الفتح، وتركب على طول ايه شارع المعز. تمام. يا اما هتركب مترو لو انت في اي مكان في القاهره، سواء جاي من المعادي او جاي من العاصمه او جاي من مصر القديمه، هتركب مترو وهتنزل محطه العتبه، محطه
العتبة، محطة العتبة، وتنزل من المحطة هتلاقي عربية سوزوكي، عربية تمناية، عربية ميكروباص. هتقول عايز اروح شارع المعز هتركب من هناك لغاية شارع المعز وتمشي دقيقتين كده يعني. في برضه تنزل محطة الجيش، تتمشى شوية برضه. محطة الجيش قريبة من المكان، تتمشى شوية وتوصل لشارع المعز. يبقى أنا عندي لو عايز أركب على العربية الموضوع بسيط. تنزل رمسيس، هتركب من رمسيس خلف مسجد الفتح أو أمام مسجد الفتح تركب شارع المعز أو الحسين والأزهر، تمشي هناك تلاقي نفسك في الشارع. طبعا الشارع فيه معالم أثرية جميلة، وفيه بائعين، وفيه طبعا في أكتر حاجة هتلاقيها هناك جميع أطياف الشعب هتلاقي هناك، وهتلاقي أجانب وسياح وجميع جنسيات العالم يعني. وهناك طبعا في المصورين الفوتو سيشن عشان تاخد صورة تذكارية للتاريخ وللزمن يعني. طبعا هعرضوا عليك وانت براحتك تتفق معاهم على مثلا سعر الصورة كام. دي نصيحتي يعني. مفيش مشكلة انك تتفق مع اي حد وتتفق معاه مثلا الصورة هتبقى كام، هتاخد كام صورة، هتديهم لي مثلا على الموبايل، ولا هيديهم لك بلوتوث او ولا واتس، ولا هيديهم لك على كارت ميموري مثلا او فلاشة، على حسب ما انت هتتفق مع المصور ازاي هيدي لك الصور وازاي تصور. طبعا بيبقى فيه زي لبس اثري كده، وبيبقى فيه زي روب كده للبنات، وفي طواقي للشباب وحاجات كده جميلة قوي يعني. هتروح هناك هتشوفها ان شاء الله. طبعا المكان هناك فيه محلات عصاير جميلة جدا تستحق انك تجربها يعني. المكان جميل، مش محتاج مواصلات، مش محتاج عربيه، لانه مفيش اصلا عربيات جوه الا بتبقى تصاريح وقصه تاني كده. عربيات اللي هي بتاع الدكاكين وكده يعني. المكان يستحق الزياره ويستحق انك تتمشى شويه، مودك هتغير، جو جميل. من ضمن الاماكن الجميله والعظيمه جدا اللي تستحق الزياره شارع المؤذن دي اللي هي الفاطمي. يبقى زي ما قلنا رمسيس خلف مسجد الفتح تركب الحسين والازهر، او مترو هتنزل العتبه او محطه الجيش وتتمشى شويه. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو وان شاء الله تكونوا افدناكم معلومه تكونوا بخير يا رب. طبعا مكان عائلي اسري متامن تماما. روح باسرتك ما تخافش. وان شاء الله خير. ولو عجبكم الفيديو ضغطونا لايك، وعاوزين تشجيع لنا وتشجيع للقناه ان احنا نستمر اماكن تانية. لو عايز تروح مكان تاني سيب لنا في التعليقات وازاي تروح، مع ازاي تروح تعرف تروح المكان ان شاء الله. السلام عليكم. قمر أطل على البارية من حراء، زان السماء فكان بدرا نيرا. قمر أطل على البارية من حراء، زان السماء فكان بدرا نيرا. هو رحمة الرحمن ذاك محمد، من جاء غيثا للقلوب مطهرا. يا نبي سلام عليك، فاض دمع القلب وطال الشوق إليك. يا نبي يا نبي صلاة الله وسلام الله دوما عليك.